عالسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رمضان على الأبواب إن شاء الله يا ربي، مبروك على المسلمين الكل. واليوم باش نعملوا طريقة تخزين بريك الدنوني، طريقة ناجحة إن شاء الله كيما عملتها معاكم العام اللي فات. نبدأ على بركة الله ونشوف واش باش نستحقوا. خديت كيلو سميد رطل فرينة 200 جرام سميد متوسط، مغرفة صغيرة ملح، ماء دافي و300 مليلتر زبدة وزيت نباتي، وكان تحبوا تعملوا زيتونة. نبداو بسم الله. نحطوا سميد فرينة سميد متوسط مغرفة ملح، نخلط مع بعضه وتوا باش نبدا بسبسهم بالزيت. وتوا بعد ما حطيت الزيت والزبدة باش نحط شوية الماء ونلم بيه. توا بعد ما عجننا العجينة ولميناها، ما نعجنوهاش برشا، نلموها لمين. شوفوا كيفاش ما شاء الله، خليوها ترتاح سويعة. استحقيت 400 مليلتر ماء البنات، بديت نزيد بشوية بشوية. نمشيو نشوفوا شنو باش نعملوا في الحشو. بالنسبة للحشو باش نستحقوا، خديت القلاية حطيت فيه مغرفتين زيت نباتي، وخديت 300 جرام دجاج مزدر فرمتهم، خديت راس بصل جوية قصيتو، وللتفويح خديت مغرفة صغيرة كليل وزعتر، شطر مغرفة صغيرة كركم، مغرفة صغيرة فلفل أحمر، شطر مغرفة صغيرة ملح، مغرفة صغيرة ثوم مرحي. بسم الله. حطيت الزيت مغرفتين زيت، نحط البصل، نحطو توا الدجاج بسم الله، نحطو توا الفراخ، نحركو مليح، ندخل الفراخ في الدجاج، نخليه توا يتقلى على نار هادية 15 دقيقة، ومن بعد نطفيو عليه. وتوا بعد ما تفيت وطاب الدجاج باش نحط الحشو نتاع الدجاج بسم الله. شوية معدنوس مقصوص مغسول قصيته جوية، وشوية جبن ربي. هذا بالنسبة لحشو الدجاج. وتوا نتعداو نحضروا الحشو متاع التون. باش ناخذوا حكة تون صغيرة، نحيت لها الزيت نتاعها، نعصرها مليح من الزيت، شوية معدنوس مغسول مخصوص جوية كما قلت لكم، وشوية جبن ربي. توا بعد ما ارتاحت العجينة نتاعنا باش نشكلوا كعبات البريك نتاعنا. انا عندي القالب هذا يعاوني برشا، باش نحط فيه هكا العجينة دورة، وبعد ننزل نكمل نحط فيها الحشو ونعولها بالفرشيطة. والنجم زادا نعمل هنا كعبات البريك الدنوني، انا جاوني صغار يجيو مني بريك دنوني، تو نعمل شوية هكا وشوية هكا. نحطو في العجينة مغرفة من حشو الدجاج اللي حضرناه، مغرفة صغيرة، ونسكرو بالفرشيطة. هذه الكعبة الأولى اللي عملناها بالفرشيطة. والنجم زادا نعملوها بيدينا مش بالفرشيطة. شوفوا كيفاش تنجموا تعملوها هكا ضفيرة بيديكم، تجيكم زادا مزيانة برشا. نتوما وشنو تحبوا تتفنوا في البريك نتاعكم؟ تحبوا بالفرشيطة اسهل ولا هكا؟
هذه بيدينا. الكعبة هذه حبيت نشكلها بالقالب وتجينا ميني بريك دانوني صغرونة. هذه كيفاش تجيكم، ماهيش كيما اللي عملتها بالفرشيطة، كبيرة شوية كيما تشوف. باش نعمل شوية هكا وشوية هكا وانتم اختاروا شنو تحبوا. وهذه اللي عملتها ضفيرة باليد. وتوا بعد ما حضرنا كعبات البريك متاعنا باش نعبيهم في حكم، وكل طاق نحط منه ساشي خاصين للتخزين، ونكملوا نعبيو الطاق الاخر. هذوما الكعبات شكلناها، شوفوا جاو مرطوبين ما شاء الله. وتوا كملت الحكه نتاعي، طيحوا لنا خير ربي ما شاء الله. وتوا نحطوا كان جلوهم ونستحقوا نجبدوا منهم بالقد ما حاشتنا. وتوا نقول لكم تاكلوا صحه وبشفاء عولتكم، وان شاء الله رمضانكم مبروك. وكان عجبكم فيديو اعملوا لي ابوني وجيم، وبسلامه.